بدأ مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي منذ أسابيع على تجديد صفوف تشكيلته تحسبا للاستحقاقات القادمة على غرار بطولة أفريقيا 2023 المقررة مطلع العام المقبل في ساحل العاج، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026. وأكدت مصادر إعلامية اليوم على معلومات من مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم تشير إلى أن المدرب جمال بالماضي سيوجه أنظاره في المرحلة القادمة إلى لاعب فريق نيس الفرنسي بدر الدين بوعناني الذي يواصل التألق مع النادي الفرنسي بمستوياته الكبيرة رغم صغر سنه. وتشير المعلومات إلى أن المدرب الجزائري جمال بالماضي اتفق بشكل نهائي مع رئيس اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف على ترتيب موعد مع عائلة بدر الدين بوعناني من أجل إقناع اللاعب باللعب للمنتخب الجزائري، وفي مقدمتهم والده نصر الدين الذي كان حارسا سابقا في فريق وداد تلمسان في الدوري المحلي، كما لم يخفي في تصريحات سابقة حلمه رؤيته ابنه بقميص منتخب بلاده الجزائر. وسبق للاعب بدر الدين بوعناني صاحب 18 سنة أن تحدث عن مستقبله الدولي، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي للشباب في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران صيف العام الماضي، حيث أكد كذلك أنه لا يمانع من اللعب للمنتخب الجزائري في المستقبل، لكنه لم يحسم في ذلك بشكل نهائي حتى اللحظة. وضمن المنتخب الجزائري بعض اللاعبين الشباب الذين سيظهرون لأول مرة بقميص المنتخب الجزائري في الاستحقاقات القادمة على غرار الخماسي حسام عوار وريان أيت نوري وفارس شعيبي، وكذلك ياسين عدلي وجوان حجام.